السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم في هذا الفيديو هذا حاولنا نهضروا على مباراة الوقاية المدنية سلك أعوان إغاثة. وهذا الكونكور هذا اللي كيتنظم كل عام من قبل المديرية العامة للوقاية المدنية لفائدة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 18 سنة حتى ل 26 سنة. قبل ما نشوفوا أهم الشروط المطلوبة وموعد إعلان عن المباراة، كنتمنى ديروا اشتراك في القناة وزيدوا تدعمونا بلايك الفيديو وبارطاج باش يوصل لصحابكم اللي مهتمين بهذه المباراة والمباريات المقبلة إن شاء الله. كما كتعرفوا بأن مباراة الوقاية المدنية اللي كتنظم كل عام في بداية العام، إما في شهر فبراير أو شهر أبريل أو مارس، غالبا ما كدوش الفترة ديال مارس كيكون ملونسي الإعلان ديال أعوان الإغاثة. كما كتعرفوا الشروط المطلوبة ديال مباراة الوقاية المدنية سلك أعوان الإغاثة كتكون بشهادة تعليم إعدادي ورخصة السياقة من نوع بي أو جي أو دي. المهم ضروري خاصو يكون عندك بيرمي أو دبلوم تأهيل مهني. أما الشروط الأخرى المطلوبة في المباراة اللي هي السن أو العمر. الشباب المتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة على الأقل حتى 26 سنة على الأكثر، وحاصل على شهادة تعليم الإعدادي أي ثالث إعدادي، وعلى رخصة السياقة من نوع بي أو سي أو دي، والحاصلين على إحدى الشهادات أو إحدى الدبلومات محددة قيمتها طبقا للمرسوم رقم 2.1290 الصادر في الجمادى الآخرة 1433 30 أبريل 2012، والمتعلق بالشهادات المطلوبة للولوج مختلف الدرجات المحددة بموجب الأنظمة الأساسية كما وقع تغييره، زائد دبلوم تأهيل مهني مسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم كذا كذا، وباسم نظام عام المؤسسات التكوين المهني، وكذلك الدبلوم تأهيل مهني المسلم طبقا للمحكوم قانون رقم 12 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني من طرف التعاون الوطني، وكذلك متوفرين من غير انتعال أحذية على قامة 1.70 متر على الأقل، ما تكونش فيك أقل من 1.70 وبدون سوابق عدلية، والمتوفرين على قدرة جسمانية ممارسة المهام المنوطة بجهاز الوقاية المدنية، أي تكون سبورتيف، ضروري تكون تجري تسبح أي حاجة ديال الرياضة خاص تكون متوفرة فيك. وكذلك قبول ترشيحاتهم من طرف لجنة الانتقاء. منين كترشح في المباراة الملف ديالك كيخضع إلى بحث من طرف لجنة الانتقاء، ويتم اختيارك من طرف هذه اللجنة لكي تصلك الاستدعاء في البريد الإلكتروني. كذلك عند إعلان المباراة إن شاء الله في بداية العام المقبل 2024، وغالبا ما يكون الكونكور إن شاء الله في شهر جوج، وآخر قاع شهر كيتلونص علينا شهر 3. إلا ما تحط في شهر جوج غيتحط في شهر 3. هادو هما الفترات اللي كيحطو فيها الوقاية المدنية الكونكور ديال أعوان الإغاثة. وهاد العام إن شاء الله كنظن بأن هاد الكونكور غيتلونصا على وجه الصورة، لأن جهاز الوقاية المدنية
محتاج شباب الآن. وكذلك عند الترشيح للمباراة واستدعاء المترشحين الناجحين في اختياراتهم، يتم استدعائهم إلى الوحدات، أي كازا، لاجتياز السباحة والرياضة والبسيكو، وبعض الاختبارات الأخرى، أي الاختبار الطبي والبسيكوتكني والجري. إلى هنا نكون أنهينا الفيديو. أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. فور إعلان المباراة سوف نوافيكم بكل الشروط المطلوبة والمحدثة إن شاء الله. ما تنساوش تشاركوا معنا في القناة، تدعمونا بلايك الفيديو وبارطاج باش يوصلكم كل جديد بخصوص أي مباراة مقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم.